أهلا بحضراتكم على الهواء مباشرة وإطلالة جديدة لعالم موازي اللي بيسعدنا أن النهاردة تكون أول حلقات الشهر المبارك النهاردة 1 رجب. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله أشهر كريمة مباركة طيبة على الشعب المصري وعلى العالم أجمع. النهارده موضوعنا في غاية الأهمية مع التطور التكنولوجي الكبير اللي بيشهده العالم بأسره، وبالتالي مصر من ضمن العالم اللي بيتأثر بتواتر حركة تطور التكنولوجي والصناعات اللي بتتدخل فيها وتؤثر فيها بشكل كبير ومؤثر التطورات التكنولوجية، وعلى الأخص صناعة الروبوتات والمجالات اللي بتتدخل فيها تطورات وأحدث تطورات صناعة الروبوتات اللي بتتدخل كمان في أنواع مختلفة ومجالات مختلفة من الصناعات. مصر الحقيقة مهتمة منذ سنوات عدة ليس فقط بإعادة إحياء مصر قلعة الصناعة وإعادة واستعادة ازدهار الصناعات التي كانت مرت عليها أعوام من البهوت أو البهتان نقدر نقول، أو يعني توارت إلى حد ما، لكن كمان دخلت وفتحت ملفات بمنتهى القوة وصلت بيها الآن إلى مرحلة جني حصاد تلك الصناعات والمصانع في ملف توطين الصناعات الحديثة المتطورة، واللي بتكون في شكل عقود بيننا وبين الأطراف الأخرى اللي بتستثمر معانا في تلك المشروعات القومية الكبيرة اللي بتكون متخصصة في صناعات جديدة. بيكون شرط الدولة المصرية هو توطين الصناعة، بمعنى ان في نفس الوقت اللي بيتم تشييد فيه هذا المشروع القومي الصناعي العملاق بيتم تأهيل كوادرنا بحيث ان احنا لا نكون مرة اخرى في حاجة الى الطرف الاجنبي او الطرف الاخر، وهكذا في كل الصناعات الجديدة المتطورة اللي تم توطينها في الدولة المصرية، واللي عملت نقلة سريعة لاعتمادها الكبير على التكنولوجيا. متمثلة التكنولوجي في معانا في الحلقة دي في الروبوتات اللي بتتدخل في زي ما قلنا مجالات صناعية كثيرة بتلعب دور حاسم وخطير الحقيقة في زيادة الكفاءة، الدقة والإنتاج. نطاق واسع في التصنيع، خطوط التجميع، عمليات التعبئة والتغليف، أداء خطير كمان في مهام بعض المهام اللي هي بيكون لها مخاطر كبيرة على العنصر البشري زي اللحام، الطلاء، التعامل مع المواد اللي بتعتبر خطيرة أو صعبة بشكل فوق الطاقة بالنسبة للبشر. تساعد أيضا في تقليل نسبة الأخطاء البشرية، تسريع عمليات الإنتاج، خفض تكاليف العمالة، وبالتالي خفض تكاليف المنتج بشكل كامل. كمان بالإضافة لده بيتم استخدام الروبوتات بشكل متزايد في صناعات زي الرعاية الصحية، الزراعة، الخدمات لأداء عمليات أو مجالات زي الجراحة، الزراعة الدقيقة، التنظيف بشكل عام، وتحسين وكفاءة وفعالية مجالات صناعية كتيرة قوي. خلينا نستوضح أكتر من خلال الفاصل اللي هنشوفه مع حضراتكم وتقرير عن أحدث المعارض اللي أقيمت مؤخرا في مصر عن أحدث ما وصلت إليه صناعة الروبوتات الصناعية بالتحديد أو التي تستخدم في الصناعة. ومن بعدها أستقبل مع حضراتكم ضيفي الكريم، ضيف حلقة النهاردة من عالم موازي، المهندس علاء سعد، خبير في صناعة الروبوتات الصناعية في مصر. بعد الفاصل ده والتقرير وأحدث ما وصل
توصل إليه صناعة روبوتات من خلال أحدث المعارض اللي أقيمت. مع حضراتكم، وطبعا بيسعدنا جدا ان احنا نكمل معاكم حلقتنا النهارده في موضوعنا اللي هو طبعا التطور التكنولوجي، وبالاخص صناعه الروبوتات الصناعيه في مصر، ومدى انسحاب ده على الطفره الصناعيه في ملف الصناعة في مصر، وملف التطور التكنولوجي اللي هنبتدي بيه مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا على الهواء، المهندس علاء سعد، الخبير في صناعة الروبوتات الصناعية في مصر. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك. انا سعيد بتواجدي معاكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل الساده المشاهدين، ومصر دايما بخير ان شاء الله. وحضرتك بكل خير. شكرا يا فندم بداية على وقت حضرتك. يعني مفيش كلام ان الاهتمام بالتطور التكنولوجي هو أداة وأبجديات العصر منذ سنوات ليست بقليلة. احنا بنتكلم، خلينا مثلا نقول 25 سنة تحديدا الأخارة، يعني مظبوط. اللي المسألة واضحة بشكل كبير يعني، وبتنال الجميع. إلى أي حد هي ساهمت بالنسبة لمصر في استعادة ملف الصناعة ومواكبة العصر في هذا المجال؟ السؤال يعني محتاج إجابة يعني شوية طويلة، بس أنا هحاول أركز معانا الوقت. معانا الوقت براحتك. التنافس دلوقتي بقى كبير جدا في طريقة الصناعة. لازم نروح لطرق غير التقليدية اللي احنا كنا شغالين بيها، فكان لازم ندخل كل التكنولوجيا الحديثة في ما يسمى السمارت مانيفاكتشرنج او الصناعة الذكية، عشان نقدر نوصل بأعلى طاقة إنتاجية لمصانعنا وبأعلى كفاءة هذه المصانع. ده كان السبب. انا ما بحبش اقول كلمة ان احنا متأخرين شوية، ولكن عمرنا ما هنكون يعني غير كده. فكان لازم نواكب ده، مش بس علشان نزود طاقه انتاجيه علشان تصدير، طبعا التصدير مهم جدا وكلنا بنستهدفه، لكن انا عايز احمي السوق المصري وسوق المنطقه، ان ما حدش يجي يدخل علينا فيه. فده هيتم ازاي؟ وبرضه ما يقدرش الحكومه تحمينا بانها تمنع المنتج اللي بره يدخل. لا طبعا، لان انا لو منعت حد يدخل عندي، هم هيمنعوني اروح عندهم. بالظبط. فلازم اكون نفس المستوى الجوده بتاعه بنفس اسعار واسعار منافسه، وده مش هيتاتى نوصل له بطرقنا الصناعيه التقليديه، ولازم نشتغل على طرق صناعيه حديثه، وده اللي احنا بنتبناه في شغلنا في اخر 3-4 سنين. ده لحقتنا نقدر نقول في التكنولوجي الاستخدام والاعتماد على زياده مساحه الاعتماد على التكنولوجيا. طيب ناخد خطوه كده لورا شويه، نتكلم على بدايه تطوير الالكترونيات. كويس. ودي نقطه مهمه جدا. احنا في عصر الالكترونيات، يعني التكنولوجيا اتبنت على تطور الالكترونيات الحديثه. احنا بنلمسها كلنا في يومنا من غير ما ناخد بالنا. خليني اقول لحضرتك، هقوم اصحى الصبح نستخدم اجهزتنا المنزليه، الثلاجات لو حضرتك تفتكري معايا كده، كان يعني امهاتنا بداوا حياتهم بحاجات شبه كده؟ لا طبعا. جدودنا لما كنا في بيوتهم، فبدا الموضوع تلاقي بدا الموضوع يكون فيه ديجيتاليزيشن، رقمنه لشكل الكنترول، حتى في الحاجات اللي احنا بنستخدمها، من اول براد الشاي للثلاجه للبوتاجازات. ولا نفس الاجهزه كان شكلها كده من 20 سنه خالص. بقى التحكم فيها مختلف نتيجه تطور الالكتروني. اصغر حجما كمان. مظبوط، اصغر حجما، وبدات شكل الكنترول بتاعها ما بقاش بقى فيه المفاتيح العاديه، بقت كل حاجه تاتش. ده كله جه تطور تكنولوجيا الالكترونيات. التطور ده بدأ من الخمسينات، لكن كان موجه كله في الصناعات اللي فيها
يعني استثمارات كبيره زي صناعات الفضاء والطيران والحاجات دي بدات شويه شويه تروح للاسواق، للناس العاديين يعني. فبدات تنزل مثلا للطيران، يعني بدا الاول في الاقمار الصناعيه والوحدات يعني على مثال سريع، الالواح الطاقه الشمسيه دي انشئت او اخترعت لمصدر الطاقه للاقمار الصناعيه. أي. بعد كده بدات ترخص وبدات تتطور، فبدات تنزل لها راس، يعني لها جدوى اقتصاديه انها تستخدم فوق بيوتنا حاليا. أي. فبعد كده راحت لمجال الطيران، ويمكن ده تخصص عشان هندسه الطيران. فمجال الطيارات كلها كنترول بشكل آلي بتطور التكنولوجيا في الالكترونيات. بعد كده بدات تنزل للعربيات. احنا الشورتج اللي موجود او النقص اللي موجود في العربيات في العالم كله حاليا نتيجه لنقص الشرائح الالكترونيه والكروت الالكترونيه تستخدم في العربيات في الوضع الحالي. بعد كده تخش في بيوتنا. فالتطور ده بدا على مدار السنين اللي فاتوا وبقى ملامس كل نواحي حياتنا، مش بس النواحي الصناعيه. طيب، نتكلم يا باشمهندس على الفتره جريت الدوله المصريه، عايزه اقول هي جريت حرفيا بشكل بتسابق الزمن فيه، علشان تقلل اللي حضرتك سميته بالفعل كان شورتج او نقص او عدم مواكبه لصناعه او تكنولوجيا الالكترونيات القدرة على الاتساق مع أنظمة التحكم الصناعي ومحطات الاتصال والبنية التحتية الإلكترونية اللازمة لصناعات كتير نتكلم عنها بعدين. صحيح. المجهود ده والخطوات دي ووصلنا لحد فين؟ المجهود ده في تحرك سريع خلال السنين اللي فاتوا. بالعكس، أنا من فترة كنت موجود في معهد بحوث الإلكترونيات، وشفت لا شكل جديد خالص لإمكانية البحوث في هذا المجال، والمسؤولين عنه بيساعدوا وبيتكلموا، عشان كنا بنتكلم في بعض التطبيقات اللي عندنا. الاهتمام اللي بنشوفه لبعض البرامج اللي احنا بنتكلم فيها تطبيقيه من بعض الجهات، برضو لو هقول مثلا مركز حديث الصناعه، هيئه التنميه الصناعيه. يعني انا موجود النهارده مع حضراتكم بنتيجه لبرضو المهتمين والمسؤولين من التنميه الصناعيه مهتمين بهذا المجال. وطلبوا ان انا يعني يسعدني الحظ ان اكون مع حضراتكم النهارده نتكلم على المجهود اللي بيتم، واحنا بنغير الثقافه باعتبار ان احنا في قناه النيل الثقافيه. فاحنا بنحاول نغير ثقافتنا باستخدام هذه المعدات. بالزبط. ايه تاثيرها؟ زي ما حضرتك ذكرتي في حاجات البنيه التحتيه مثلا هنا في مصر، التطور التكنولوجي ده تم فيه، ايه اللي عملنا فيه؟ وده يمكن ده يكون تخصص من تخصصات المجموعه اللي احنا ننتمي اللي هي بنيه تحتيه الكترونيه. بنيه تحتيه الكترونيه. هقول لحضرتك المحطات الكهرباء مثلا الحديثه اللي موجوده في مصر اليومين دول، زي المحطه اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، والمحطه اللي موجوده في البرولس، دي محطات بتستخدم ليتست تكنولوجيا او التكنولوجيا الحديثه، احدث ما وصل اليه التكنولوجي. هو عمل ايه؟ هو جاب المحطه التقليديه اللي بتشتغل بالغاز، دي كفاءتها تتعدى 30%، خد العادم بتاعها اللي هو بيوصل ل 500 درجه مئويه، خلاه يسخن بخار ويشغل محطه ثانيه توصل الكفاءه ل 50%. بقى في محطتين شغالين مع بعض بتناغم غير عادي. لا يمكن كان هيتأتى هذا التحكم في المحطتين بالطرق التقليدية للتحكم القديمة. التقدم التكنولوجي خلى التحكم في المحطات اللي زي دي بتساعد على سهولة التشغيل ودقته واستقراره، وده بيساعد على توفير الطاقة اللي هي عماد كل حاجة في حياتنا دلوقتي. نفس المكان، وتقليل نسبة الهدر طبعا. يعني تخيل حضرتك ال 500 درجة دول كله كان طالع بنضخ انبعاثات حارة احنا استخدمناها هي عشان ندور التوربينة الثانية. انا سعيد جدا بملاحظة حضرتك دي، لان فعلا حاجة مهمة جدا. يعني احنا رفعنا الكفاءة لل 50% بدون اي معطيات وقود اخرى اللي كانت موجوده في كملت دوره الطاقه بشكل بالظبط كده. عشان كده بيسموها الدوره المركبه. في الاتصالات احنا دلوقتي كلنا شايلين موبايلاتنا بقت بحجم عامل ازاي؟ طب حد متخيل شكل التليفون اللي احنا شفناه من 15 سنه فين ودلوقتي؟ الزراعه، التكنولوجيا الموجوده. حضرتك دلوقتي احنا ما بقاش حد بيزرع بالطرق التقليديه، احنا في مصر واخدين ثوره زراعيه كبيره بالصوب. الصوب دي ما بتتزرعش بالطريقه التقليديه بتاعت زمان، بتتزرع بيروح لها الشتلات
جاهزه وبتخش في الصوب. طب الشتلات دي بتيجي منين؟ بتيجي من وحدات حاضنه زي المصانع بالظبط. بتبدا من اول البذور لغايه ما بتطلعها شتله، ودي بيبقى فعلا هو مصنع بيسموه مصنع شتلات مع اختلاف العمليات التشغيليه. فكل التطور التكنولوجي والتطور اللي حصل في التحكم الآلي دخل في جميع مجالات حياتنا. التحكم الآلي بقى يا باشمهندس، بالنسبة مثلا للمثال اللي حضرتك قلت عليه بالنسبة للصوب الزراعية، مظبوط. التحكم الآلي في دور مثلا الروبوتات الصناعية يجي في نظم تشغيلها ولا نظم ريها ولا الاثنين؟ كويس. احنا مش عايز اعقد المواضيع شويه، بس خليني اقول لك حاجه. التحكم الآلي بيجي ان حضرتك بتراقبي هذا البرعم يعني لغايه ما يوصل لدرجه الشتل عشان ينتقل في جميع مراحله. جميع مراحله في حضرتك انت قاعده مراقباه 24 ساعه، تمام، 3 شهور. وجود عنصر بشري في العمليه دي بيكون صعب جدا. فالتحكم الآلي هنا بيكون في حاجه كاميرات بيسموها كاميرات الذكيه، هي اللي بتكشف على البراعم دي في مرحله تطورها ونموها. كويس. وفي روبوتات ورا الكاميرات الذكيه دي. لما بيكون في اي نوع من انواع البذور بدات تطلع بنمو غير طبيعي هيأثر على اللي حواليها، بتوجه الروبوت ياخد هذا المنتج، ياخد هذا البرعم ويعمل له ريجكشن او يعمل له رفض من العمليه الانتاجيه. فدخول الاذرع الصناعيه، يعني مش عايز اقول روبوت، ان احنا بنتخيل الروبوت ده انسان آلي بقى وماشي، لا، الشكل الكوميدي، الشكل الكوميدي بالظبط. اشكرك على هذا التعبير لانه فعلا شكل كوميدي. احنا بنسمي الروبوتات اللي هو اي ذراع آلي ممكن يكون محور واحد او محورين لغايه 6 7 محاور، مش في شكل انسان ولا مش حاجه، مش في شكل يعني انسان، بس هو بيأدي وظيفه بيعاد ضبطها، مقاساتها وسرعاتها وحركاتها. هنا بياخد لقب روبوت صناعي. تمام. وده اللي احنا يعني اتمنى ان احنا نتكلم فيه برضه في نقاط يعني الروبوت الصناعي تصنيف مش شكل. بالظبط كده يا فندم، هو وظيفه مش شكل. مش هو وعلى فكره احنا لما رحنا للساده برضه الافاضل في هيئه التنميه الصناعيه طالبين نرخص خطوط انتاجنا لاول شركه في مصر وفي الشرق الاوسط تتخصص في تصنيع الاذرع الآليه. ما كانش عندهم المسمى ده. وقعدنا معاهم بنيناه، فبدانا نبني هذا المسمى وبدانا نخش في تصنيع توطين صناعي حقيقي للاذرع الآليه في مصر. ويمكن اول منتج عندنا واخد جائزه الابتكار مع وزاره الصناعه من حوالي شهر. وبدانا، الف مبروك، الله يبارك في حضرتك. وبدانا كمان نعمل ايه، ان احنا عايزين نعمل المواصفه المصري في ده. يعني عايز لو حد برضه حب يعمل نفس لا احنا نتكلم بتوسع شويه في النقطه دي. اوكي، طالما حضرتك فتحتها. لا اتفضل حضرتك. يعني ابتديتوا من امتى توطين صناعه طبعا الروبوتات الصناعيه، مش كده؟ أيوة، اللي هي الروبوتات المخصصه للعمل في الصناعه. مظبوط. توطينها في مصر ده امر جلل، امر كبير جدا. واحنا يعني مش هينفع اعديه. لا فطالما حضرتك فتحته وكمان اخدته جايزه، لا يبقى كلمنا عن ده من فضلك. في 2000 المجموعه اللي احنا ننتمي ليها هي اصلا مجموعه متخصصه في التحكم الصناعي في مجالات صناعيه مختلفه. طبعا في البنيه التحتيه. مجموعه مهندسين ولا صناع ولا شركات؟ مجموعه شركات. في صناعه وهندسه وكده، صناعه واويل اند جاز واتصالات، مجموعات مختلفه. لاحظنا ان احنا من 2019 ان احنا الثوره الصناعيه الرابعه بكل مشتملاتها احنا شويه برضو متاخرين فيها. أيوة. وكان من دعائمها هي الروبوتات الصناعيه، وخدنا قرار 2019 ان احنا نتخصص فيه وننشئ له شركه. فبقت في شركه خاصه، اطراف خاصه. شركه اطراف خاصه. طبعا دي شركه مجموعه يعني. فعملنا له شركه متخصصه لتوطين الصناعه. ما كانش هدفنا ان احنا نجيب حاجه من بره ونعمل لها تشغيل هنا في مصر، لا. هي دي العظمه بقى، المعادله دي الله يخليك. الحقيقه هي عظمه فعلا للوطن، لان لما بيبقى رجال اعمال متخصصين في مجالات مختلفه بشركاتهم او بمصانعهم ويعملوا تكتل او نسق ما يجمعهم، يحصل شراكه ما بين القطاع الخاص والدوله. صحيح. فده ينتج عنه تقدم اسرع من اللي كنا اللي كل واحد او كل طرف كان حاطه نظريا منفردا بعيد عن التاني. صحيح. فالصيغه دي هي الصيغه المثلى
للعمل بشكل حقيقي فعلا يعني. صحيح. فبحييكوا اولا على الباترن، على النموذج. اشكرك. في البدايه اولا احنا لما نيجي نصنع نوطن صناعه، مش عايزين نوطن صناعه سوري يعني في اللفظ فقيره، لا دي صناعه استراتيجيه يعني، صناعه استراتيجيه. شفنا اخر المواصفات الفنيه، لان انا يهمني اطلع حاجه مطابقه للمواصفات اللي بره، عشان ما اديش للعميل المصري او للمصنع زميلي حاجه اقل من اللي بيجي له من بره. شفنا كل الشهادات الدوليه المطلوبه وبدانا نراعيها واحنا بنعمل التصميم. شفنا انواع الروبوتات اللي مناسبه للسوق بتاعنا ولمنطقتنا، واخترنا نوع اللي هو النوع الثلاث محاور ورك كارتيزيان ده، بدانا نضيف انواع تانية وبدانا نطلع اول نموذج. النموذج ده الحمد لله موجود بقاله 3 سنين في السوق المصري، موجود في شركات انترناشنال في مجال تصنيع التلفزيونات. ودايما اقول لزمايلي ايه، اقول لهم اول منتج يتباع شطاره بياع. لو العميل طلب تاني ده جوده منتج. جوده منتج. الحمد لله احنا في مع واحده من اكبر شركات تصنيع التلفزيونات في العالم، احنا وصلنا ل5 و6 ريبيتد اوردر، يعني اوردر متكرر، وهم الناس حتى مسجلين لنا كلمه بخصوص جوده المنتج بتاعنا. حاليا احنا في اخر مرحله ان احنا بناخد ان شاء الله، ده بدل ما كانوا يستوردوه. بالظبط يا فندم. بناخد مرحله ان احنا في اخر مرحله ان احنا هناخد ان شاء الله شهاده مطابقه المواصفات الاوروبيه CE مارك على المنتج. خدنا جائزه ابتكار، بناخد اعتماد هيئه المواصفات والجوده. كل ده شغال ان باراليل على التوازي على وجود المنتج شغال في المصانع، وبناخد الفيدباك او الامباكت الناتج من اراء العملاء، وبنطور وبنعدل فيه. اصل احنا هنبدا بخطوه والتطوير ما بيوقفش. يعني عندكم مثلا جيل اول جيل تاني من المنتج نفسه؟ احنا على فكره بادئين، احنا حاليا في الجيل الثاني. ولا بديتوا جيل تاني على طول؟ لا ابدا، بدانا الجيل الاولاني وحاليا احنا الجيل الثاني، والجيل الثاني كمان خدنا له شكل اعتماد مختلف اللي هو بتاع اعتماد هيئه الاتحاد الاوروبي، وجامعه القاهره دخلت كمان معانا في اعاده التصميم، مراجعه التصميم كله بالكامل، دكاتره من جامعه القاهره وخدنا كجهه بحثيه. طبعا. وبصراحه كان لهم دور كبير معانا في تطوير المنتج وتبسيطه. ده ممتاز. ده كمان ركيزه ثالثه في المعادله اللي كنا بنتكلم عنها. طبعا لان كل بحث بيضيف، والبحث لو ما اشتغلش ما هيبقى ملوش لازمه، لازم ينزل ولازم ناخد الفيدباك اللي جاي من الاراء جايه من عليه، ولازم نطوره هو نفسه. طيب احنا عايزين بقى نسهل المنتج ده او نسهل التطبيقات دي للسوق المصري. فمع الظروف اللي احنا موجودين فيها حاليا وظروف العالم كله، فروحنا مثلا مركز حديث الصناعه وعملنا معاهم اول بروتوكول او اول اتفاقيه تعاون اسمها روبوت از سيرفيس او روبوتات الخدمه. كويس. الشركه عندنا حطت مبلغ استثمار في عدد معين من الروبوتات، ان هو هينزل للسوق المصري باشتراك شهري، مش هيدفع قيمه الروبوت كله في البدايه. كويس. ما زال لسه الفنيين بتوعنا ومهندسينا في المصانع عندهم شويه حاجز ما بينه وما بين هذه التكنولوجيا. انا عايز اكسر الحاجز ده، وعايز اكسره من غير ما اكلفه حاجه. يعني انا مش عايزه يدفع فلوس كتيره وفي الاخر يبقى خايف يدفعها علشان مع انها مش فلوس كتيره ولا حاجه. فعملنا الروبوتات الخدمه دي، احنا بننزل الروبوتات بتاعتنا بتركب في المصانع تقضي بعض الوظائف الهامه جدا وبتحمي برضو العماله بتاعتنا، ومقابل ايجار شهري او فيز شهريه كده اللي هي تساوي اجر العماله اللي كانت بتعمل العماله دي. لغايه ما هو يبقى عنده نوع من انواع الفاميليار او التناغم معاها، انها مش بديله عنه خالص. لكن هي مساعده ليه، بتحميه وتزود انتاجه وتحسن انتاجه. فبرضه يعني حقيقه بتتكلم على دور الدوله، مركز تحديث الصناعه وهو يتبع وزاره الصناعه، يعني بلاقي كل الدعم من الناس وبيجوا يقعدوا معانا وبنروح نزور معاهم مصانع وبندرس بعض الحاجات، والاداره اللي هناك حاليا اداره متميزه حقيقي يعني. طب النموذج اللي حضرتك شرحته عن المصنع، الطريقه اللي سلمتهم بيها الروبوتات اللي هي بالاشتراك الشهري، ثم بعد كده هي اللي بقت بتطلب بقى لحد ما يتعاد الاوردر عده مرات. لا احنا اعاده الاوردر ده كنا بنبيع للشركات العالميه، يعني الشركات اللي هي، خليني اقول لك حاجه برضو، انا مستهدف الرئيسي بتاعي في المصانع الصغيره والمتوسطه. كويس. انا مش مستهدف الشركات الدوليه، يعني مش عايز ازعلهم، بس هم في الاخر طبعا يهموني، بس هم عندهم القدره ان هم يشتروا مننا ومن غيرنا.
انما اختيار الشركات في منتهى الذكاء. انما الشركات خلي بالك، عشان اثبت جوده المنتج بتاعي بدات مع الشركات الكبيره، لان لازم حضرتك تطمني ان المنتج بتاعنا موجود في شركات انترناشونال، موجود في شركات تقدر تقيم منتج بشكل كبير. طيب انما انا الاكثر احتياجا. اكثر احتياجا. الاكثر احتياجا حرام احمله بمبلغ دلوقتي في ظروف تصنيع وظروف سوق كلنا بنعاني شويه منها. لا، فخلينا نشوف معادله تانية. وبصراحه المعادله دي ما كانش ينفع انها تكمل من غير مجهودات مركز تحليل الصناعه، ان هم بداوا يختاروا لنا مين المناسب. هم شايفين السوق كله، فشايفين مين اللي يستحق ان احنا كخريطه صناعيه. كخريطه صناعيه بشرايح بقى بالظبط، وعلى مدار البلد كلها وعلى كل الجمهوريه. وبداوا كمان انا قلت لهم برضو احنا يعني انا عندي يعني مبلغ استثماري في هذا المشروع، في هذا البرنامج. فقالوا طب خلينا ننجح الفتره في الاول، بعد كده هنجيب بنوك زي البنك الاهلي بيعمل فند للصناعه للصغيره والمتوسطه، يبدا هو معانا يغذي، او اي مبادرات تانية. وزاره التخطيط بتطلع جزء لدعم الصناعه، فيبداوا يوجهوا جزء من علينا. بس لا انا عايزه اعرف بالظبط في الثلاث سنين دول في قطاع الصناعات الصغيره والمتوسطه الشكل التعاون بينكم وصل لايه، وكان الياته ازاي، ويعني بالتفصيلا يهمني. بس استاذن حضرتك نعرف ده مباشره بعد ما نرجع من الفاصل. Took place in London. Especially for you, we took a trip into the world of the future and prepared a report about the most interesting developments and inventions that are already changing our world today. See a full review of the most interesting robots from the exhibition in one video. Fasten your seatbelts. Let's roll. At ICRA 2023, Canadian startup 1X's humanoid robots burst onto the scene, and there's an interesting story behind them. OpenAI, known for its ChatGPT language models, has invested a hefty sum into 1X to combine its artificial intelligence with humanoid robots, which could revolutionize the job market. Although OpenAI head Sam Altman claims that no one in the world today has a common AI, he apparently still wants to prepare in anticipation of a new breakthrough in technology and create a suitable body for future intelligent robots. 1X, formerly Halodi Robotics, already has an Eve robot on a mobile wheel base. The company even tried to launch an office security project with it, but its fate is still unclear. Perhaps the reason was that a robot on wheels in the real world would not be able to move around universally in an environment created for humans. A robot on legs, on the other hand, can. So we're waiting for a new robot with the original name Neo, with legs and a brain in the form of ChatGPT, or a new model from OpenAI. How about it, Elon Musk? And by the way, who do you think will be the first to release a universal intelligent humanoid robot? Tesla or OpenAI? The humanoid robot Ameca once again proved its appeal to humans at ICRA 2023. Designed by the British company Engineered Arts and equipped with language models based on generative artificial intelligence, ChatGPT, the robot communicated freely with visitors and, surprisingly, drew. However, its artistic abilities, unlike facial expressions and speech, so far leave much to be desired. Ameca boasts 32 degrees of freedom of the upper half of the body, and in the head of the robot alone there are 17 actuators. He already understands and communicates in several languages, including French, German, Chinese, and Japanese. But what is still most striking about him is his amazingly realistic face, facial expressions, and body language. Engineered Arts founder Will Jackson حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة وعالم موازي وتطور صناعة الروبوتات الصناعية في مصر وتطور صناعة الإلكترونيات بالتوازي، يعني لأن الأمر طبعا مرتبطين ببعض. باشمهندس حضرتك عندك تعليق على التقرير اللي شفناه دلوقتي؟ التقرير اللي شفناه بس كان عرض نوع من انواع الروبوتات اللي فيها نوع من انواع التفاعل مع الاشخاص في المكاتب او في المناسبات او في المعارض، وده بيحاولوا يخلوا الروبوت بشكل يعني قريب من الناس، ولكن ده مختلف تماما عن ما هو الروبوتات الصناعيه بنتكلم عليها، اللي هو الروبوت اللي واخد الشكل الانساني، اللي واخد الشكل الانساني بالظبط كده. انما الروبوتات بتاعتنا احنا بيبقى لها شكل، ده مش ده الروبوت الصناعي.
هما الاثنين يعتبروا صناعيين، ولكن هما بيحاول هنا يحط الروبوت في شكل الناس بتشوفه، يعني بتتعامل معاه. الروبوت الصناعي لا، ما بيكونش بقى له راس ولا ايدين ولا الحاجات دي يعني. بس ده بس الاختلاف. كويس. قبل ما نشوف التقرير عن المعرض ده، حضرتك كنت وصلت عند نقطة تجربة التعامل مع بنسق التجمع الشركات والمهندسين والتخصصات المختلفة مع صناعة أو الصناعات المتوسطة والصغيرة. يعني اللي بنشوفه على الشاشة يا باشمهندس ده محاكاة بالظبط كده. هو هنا تقريبا بيعمل محاكاة للأشخاص فاقدي بعض الاطراف، فبيحاول يبين دور التكنولوجيا الالكترونيات، التحكم في الاطراف الصناعيه بالاشارات الذهنيه. وده بداوا فيه بشكل قوي جدا، ووصلوا فيه للنشاطات، يعني تطبيقات حقيقي مذهله يعني. يعني ده روبوتات طبيه. هو ده زراع آلي، بنسميه زراع آلي، ولكن وصلوا في هذا الزراع الآلي انه بيتحكم فيه بإشارات من المخ. يعني زي ما احنا دلوقتي كده انا بدي اشاره لايدي بحرك ايدي يعني، فهي نفس القصه. فما بقاش بقى كان الاول بيتحكم في هذا الزراع الالي بايده الثانيه، بزراير ايده الثانيه، لا دلوقتي وصلوا ان هو بيتحكم في اذرعه الاليه باشارات من مخه هو على طول. اذا هنا احنا بنتكلم على مدى تطور صناعه الالكترونيات. مظبوط. هنا بقى تطور الصناعه الالكترونيه اللي بدا تنعكس على كل نواحي التطبيقات المختلفه، ودي برضو كانت من امثلتها. تمام. احنا في عصر الالكترونيات. تمام. تطورها يعني. تجربتكم بقى في التعامل مع الصناعات الصغيره والمتوسط. اقول لك احنا واهم الصعوبات بدايه اللي قابلتكم، لان اظن ده شريحه لها ثقافتها. مظبوط. وليها يعني الحاجات الراسخه عندها. مظبوط. اقول لك احنا اهم صعوبات قابلتنا ان احنا تاسسنا 2019، وكان في استهداف ان احنا زمايلي في المهندسين هيسافروا عشان يتدربوا، لان مثل هذه الصناعه مش موجوده في مصر، او نجيب حد من بره يدربهم. للاسف اول صعوبات قابلتنا جت جائحه كورونا. فكل المبلغ اللي كان مخصص للتدريب بره عملنا بيه معمل كامل في كل انواع الاجهزه وكل انواع الروبوتات، ومجهز بكل الاتصال زي حاجات الفيديو كونفرنس. وبدا زمايلي في الشركه يدخلوا مع اللي كانوا الشركات اللي كانوا يروحوا يتدربوا عندهم، يعملوا تدريب معاهم اونلاين. وانا ما كنتش متخيل او ما كنتش متصور ان هم هيوصلوا لنفس المستوى، ما كانش يعني عايز اقول اكبر من اللي كانوا هيوصلوا لو كانوا سافروا، لانهم خدوا الموضوع تحدي. وكانوا فعلا حابين التكنولوجيا الجديده وحابين اللي بيتعمل، واول مره يتعمل في مصر، وكنت بحس بالشغف اللي جواهم هم شغالين. فالتعلم والتوطين جه مع بعض. بل بالعكس، احنا سبحان الله المعمل ده نفعنا بقى دلوقتي، بقى هو كل الR&D والبحث بتاعنا بيتعمل فيه. بل بالعكس، احنا بنقرب الصوره للعملاء كويس. ان احنا بنعمل سيميليشن او تمثيل للوظيفه، محاكاه في المعمل اللي احنا جهزناه ده. كويس. فده اول تحدي قابلناه. بعد كده بدانا نخش في تطبيقات فعليه باستخدام تكنولوجيا تانية غير الروبوتات، زي مثلا الرؤية الذكية، وده نحقق بعض الحاجات مع مصانع هتكلم برضو مع حضرتك فيها. نيجي مثلا أول مشروع عملناه مع مصنع من المصانع المتوسطة. المصنع ده بيعمل باليتات بلاستيك الكبيرة الضخمة التقيلة دي. كان والمكنه اللي بتعمل مكنه الحقن اللي بتحقن باليته البلاستيك المتر في متر 20 في متر 20 دي، متر و20 120 سم، يعني مكنه ضخمه جدا. العامل كان بيدخل ما بين القالب اللي بيعمل اللي بياخد وكان بياخد المنتج بايده وبيخرج بره. وده كان بيعرض نفسه ان هو بيقع، ظهره خطوره طبعا، يرجع خطوره وعرضه الاصابات كتير. الحاجه الثانيه كمان ان هو كان بياخد المنتج وعلى ما يحطه في مكان ويرجع تاني يعمل السايكل اللي بعد كده كان بيضيع وقت. احنا الاول روبوت ركب عندهم، او يعني من الروبوتات الصناعيه بتاعتنا، كان هو بيعمل الوظيفه دي. اولا كان في نوع من انواع التوافق ما بين الروبوت وما بين الماشين، ما بين المكن. ان لما توصل
توصل تخلص السايكل الروبوت هو بيخش ياخد المنتج ويخرج بره المكنه. اول ما بيخرج بره المكنه كانت بتعمل السايكل اللي بعدها. فهم نفسهم اصحاب المصنع قالوا لنا ان احنا زودوا الطاقه الانتاجيه 15%. طبعا لان خلاص يعني السايكل بقت ثابته وماشيه يعني باستقرار، وهو حمينا العامل البشري اللي كان بيدخل يشيل المنتج ده، وده من اهم يعني حمينا العامل البشري مش استغنينا عن العامل لا البشري. خالص. طيب انا هخش في مفهوم تاني بقى معلش وعايز اتكلم فيه. اتفضل. التصور ان مثل هذه التكنولوجيات او مثل هذه الروبوتات او الرؤيه الذكيه بتؤدي الى نوع من انواع البطاله وتخلي العمال مش لاقيين يشتغلوا. انا هقول لحضرتك مثال صغير جدا. يعني دوله زي الصين 1.4 مليار تقريبا 14 مره عدد سكان مصر. اكتر دوله بتحط سنويا عندها روبوتات في المصانع وطرق تصنيع ذكيه. صحيح. بتوصل السنه تعداد 2018 كان حوالي 58,000 روبوت بس دخلوا في مصانع في الصين. طيب البطاله في الصين اخبارها ايه؟ اخر تقرير كان 5.5%. احنا تحت 7%. طيب انتاج الصين عامل ازاي؟ مغرق العالم كله. بالزبط. فهي دي المعادله. ان مش معنى ان انا بشيل مثل هذه الوظائف من قدام العماله بتاعتنا في المصانع ان انا هقعده في البيت. لا، ده انا عايز وظائف ثانيه. طب ودي مين اللي هيشغلها؟ طب اقول لحضرتك حاجه، احنا دخلنا الروبوتات الدهان مثلا. وعمليه الدهان دي من اخطر العمليات اللي انا ببقى فعلا متاثر، لان هو مش واخد باله ان هو بعد 4-5 سنين هيبدا يحصل عنده مشاكل في الرئه وات ايفر هو واخد كل احتياطاته. طب احنا لما عملنا بقى روبوتات الدهان، هل الراجل بتاع الدهان ده خليناه يقعد في البيت؟ بالعكس، ده هو اللي بقى بيقول لنا نعمل البرنامج ازاي. لان هو اللي عنده الخبره يمسك تغيير نوع الوظائف للعنصر البشري. بالظبط كده. نفس القصه في اللحام. نهايه خطوط انتاجنا كلها بيبقى فيه كراتين كده، بيحطوا الكراتين دي على باليتات التخزين او باليتات النقل. تخيل حضرتك في عامل كل دوره في الحياه انه يشيل كرتونه وزنها 7-8 كيلو 10 كيلو ويقعد يحطها على الباليته، وبيعمل الكلام ده متكرر. ده بعد 2 سنين هيبقى عنده مشاكل في الظهر. طبعا. كل الوظائف دي هدفنا الرئيسي اخلاقيا ان احنا نحمي العماله بتاعتنا ونوجهها في الاتجاه الصحيح يشتغل على نفسه. لما جم يتكلموا مع رئيس احدى الشركات العالميه في مجال تصنيع الموبايلات وبيحاكموه، انت ليه حاطط مصانعنا في الصين؟ الراجل قال لهم ايه؟ قال لهم هاتوا لي دوله فيها كم العماله الماهره، يبقى الناس بتروح تنقل مصانعها في دول فيها عماله ماهره، ما فيهاش عماله يعني يدويه وخلاص. هو عايز عماله مدربه مواكبه التكنولوجيا ومواكبه تطور ودوله العماله الماهره دي الاماكن كلها اللي بتشتغل فيها مليانه روبوتات صناعيه. مظبوط. يعني بالتعاون معاها، مش بتركن الناس على جنب خالص. مش بتلغي وظائف، بالعكس دي بتحسن من مستوى الوظيفه. حقيقي بتزود انتاج، بتعلي دقه الانتاج، بتغير مفهوم العامل اللي قاعد جنب بيقعد بيبص عليها، هو بيغير. يعني هو نفسه بيغير، هي دي بتشتغل ازاي؟ طب احنا بنصينها ازاي؟ طب احنا بنظبطها ازاي؟ كل الحاجات دي بنبدا نعلمه ونوجهه. وكلهم العامل المصري عنده ذكاء فطري. انا شفت ناس يعني يمكن ما كملوش خدوش حظ في التعليم وحاليا بيعملوا معانا صيانه لاعلى مستوى بيعملوا المهندسين بتوعنا. هي مساله قابليه التعلم، وتحس ان في يعني فطره كده سبحان الله، يعني مهاريه. ويتوقع الحاجه، الحته دي ممكن يكون فيها مشكله، ما بنقول له عندك حق، دي لازم فيها كذا وكذا وكذا. فهم لو لقوا الفرصه، وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي مع كل المسؤولين اللي هم بيساعدونا حقيقي. يعني زي ما هرجع تاني عيد تاني في مركز تحديث الصناعه عشان بنبدا يدخلونا في اماكن اللي هي محتاجه. هو شايف الصوره كامله. وفي قصص نجاح كتيره ان شاء الله قريبا هندعو حضراتكم برضو نصور واحده يا ريت، يشرفنا. الله يخليك. اكتر المجالات اللي دخلتوا فيها حتى الان في خريطه او شريحه الصناعات الصغرى والمتوسطه. صناعات البلاستيك موجودين فيها بقوه، صناعات المواد الغذائيه موجودين فيها الحمد لله برضو بقوه، صناعات الزيوت برضه داخل في النقطه الغذائيه، صناعات الكوكيز والحاجات دي برضه نقطه غذائيه. حصل دي الحاجات اللي هي بتاخد عماله كتيره جدا، يعني احنا رايحين هستوضحها اكتر. All 4 legs. Interestingly, Unitree recently announced the completion of a B financing round worth several hundred million yuan. The company now has 3 consumer robots, the A1, the Go1 and the BenBen. The most popular of these, the Go1 robot, is equipped with an intelligent side tracking system and a super sensor system.
It has a top speed of about 4.7 meters per second and an adaptive payload of about 3 to 5 kilograms. And the price starts at just $4,500. Good afternoon, my name's Rich Walker and I'm from the Shadow Robot Company. At Shadow, we've spent over 25 years building hands for robots. Why do we want to build a hand for a robot? That seems crazy. After all, humans have hands, right? So why do robots need them? Well, because if robots are going to do the kind of tasks that humans can do, they need the same fine dexterity and manipulation skills that humans have. And so we get the Shadow Robot Hand. 20 degrees of freedom, 24 movements, position sensing, joint sensing, force sensing, as close as we could make it to the same physical shape and size of the human hand, with still the ability to do robotic manipulation tasks. It's used all over the world in robotics R&D. When we first built them, we thought we'll build a robot hand and people will be able to use it. What we didn't realize was how much work it would be to be able to use robot hands. Today, we're seeing deep learning technologies make robot hands really, really capable. It's a very exciting time in this field. We think that it's possible to unlock the potential of robot hands to do really interesting tasks in the world. Interestingly, Mark Reiber was seen, who was touching the company's robot with interest. Recall that the Atlas robot is just now in the need of nimble hands. By the way, Raybert came to the conference to tell his journey from the first bouncing robots to Atlas, Spot, and the AI Institute, and at the same time to show a tango performed by a couple of Spot robots. Direct Drive Tech unveiled its new Tita robot at ICRA 2023. So I would like to introduce our new robot, Tita. So for Tita robot, we have 8 doors on this robot, so that we're not only making it as a bipedal wheel robot, but also a bipedal robot or a wheel robot. We can let the robot stepping and going through all the obstacles and make the robot to go everywhere we want. Also, we also have perceptions on the robot. We have ultrasonic, infrared, and cameras, so that the robot can not only scan all the terrains we want, but also let the robot to do a better decision making and make it to overpass all kinds of obstacles. And also with our batteries, we can hot swap our batteries, which means that when the robot is running, we can change our batteries at the same time, and so that it can walk to everywhere forever. So compare with the first version of our robot, we not only enhance the payload of the motors, we make it to have a payload at about 5 kilograms to 20 kilograms, but also we enhance the speed. We upgrade the speed of the motors. We can let the robot to run from 1.5 meter per second and from 1.5 meter per second to 5 meter per second as we want it. And also we have a more abundant SDK interfaces. باشمهندس، كنت حضرتك هتكلمنا عن مجال الصناعات الغذائية كواحد من أكثر المجالات اللي تعاونتوا فيها مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده صحيح. مجال الصناعات الغذائية في شقين، شق التعبئة في نهاية الخطوط، وده كان فيه عدد عمالة كبير جدا واتأثر بشكل كبير في جائحة كورونا، ان إصابة حد فيهم أدى ان معظم اللي بيعملوا الوظيفة دي كلهم بيبقوا تحت يعني الملاحظة، فبيقف خط الإنتاج. فبدأوا يدخلوا في حتة ان هو التعبئة الآلية بجانب وجود العمالة دي عند الحاجة. الحاجة الثانية الفحص عشان رقابة الجودة او الكواليتي بتاع المنتج. ده هنا الصور بتوضح زمايلنا وهم بيجمعوا الروبوت الخطي. الحته اللي بكلم حضرتك فيها اللي هي بتاعت التفتيش على المنتجات وهي بتخرج، والمنتجات بتاعت الغذائيه بتكون سرعتها كبيره جدا، فما بيقدرش يعني يعمل التفتيش الدقيق، يا اما هيضطر يقلل سرعه الانتاج. احنا بالكاميرات الرؤيه ده الروبوت دي هنا خطوط التجميع اللي عندنا، وهي في مرحله التجميع. ده الروبوت اللي اسمه كارتيزيان او الروبوت الخطي اللي بيستخدم بقى في كذا تطبيق، في عمليات الدهان، في عمليات اللحام، في عمليات الهاندلنج، في شيل وحط الحاجات، الباليتات
الكراتين على الباليتات. زي ما حضرتك شايفه احنا مراعين اخر تكنولوجيا في التصميم خطوط الانتاج، وكل الشركاء بتوعنا اللي بره لما بييجوا يزوروا السيت اب اللي معمول عندنا، ان ده نوع من انواع الطمانينه حتى للعميل لما يجي يشوف ازاي بنجمع الحاجات دي وازاي بنختبرها. ده معمل، دي صوره من معمل الاختبارات عندنا. حضرتك شايفه الروبوتات اللي موجوده والشاشات اللي موجوده، وكل اجهزه الاختبار كانت بتساعد زمايلنا، او كل اجهزه المعدات بتساعد زملائي ومهندسينا يدخلوا مع الشركات بره، ياخدوا التدريب كونفرنس ويبداوا يطبقوا. احنا عملنا مشروع مع شركه من اكبر شركات تصنيع الزيوت في مصر، ما خدوش التدريب عليه بره. ده كان سبب ان الشركه اللي بره جت وبتمضي معانا شراكه حاليا. ازاي انتوا عملتوا المشروع ده ولا احنا ساعدناكم ولا احنا ولا مهندسينكم قلنا. ده احد زملائي وهو قاعد بيعمل متابعه، ودي برضه نقطه مهمه جدا. خطوط الانتاج ما بقتش بتقف علشان نعمل عليها صيانه، بقى في نوع من انواع القياسات الالكترونيه بتقيس بعض القياسات في خط الانتاج، واحنا بنراقب القياسات دي عن بعد. ما بنروحش نوقف الخط عشان نعمل صيانه وقائيه نبص بعينينا، لا احنا بنشوف القراءات، ومن القراءات اللي طالعه بنقول هنا في ده، هنا او هنا ده الروبوت الاساسي كان راكب على المكنه اللي بتاعه الباليتات الضخمه اللي كنت حضرتك عليها. شايفه حجم زميلنا واقف، شايفه حجم الروبوت عامل ازاي، وهو بيدخل بقى جوه الماشين ياخد الباليته الضخمه دي ويخرج بيها بره. كان عامل بقى بيخش جوه بيعرض نفسه للاصابه، خطوره جدا يعني فكبير. اللي احنا عملناه مع المصانع الصغيره والمتوسطه في مجال الاغذيه وصناعه المأكولات، مش بس الروبوتات لإعادة للتعبئة أو للباليتايزنج، لا الكاميرات الذكية كان لها دور كبير جدا. إن العامل لو قاعد برؤيته العادية بيشوف المنتج وهو خارج بسرعته دي عشان يكتشف أي عيوب فيه، مش مليانة الإزازة للآخر، الغطا مش كويس، التاريخ مش مكتوب، الليبل فيه مشكلة، لا يمكن ده بعد ساعتين ثلاثة هتكون عينيه شايفة كويس. التخصصات اللي لازم بقى في سن أصغر تتعلم علشان تقدر تتخرج يعني وتكون جاهزة للتعامل مع الصناعة التكنولوجية أو تكنولوجي الصناعة. مظبوط. ده سؤال أنا يعني أشكرك عليه. احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك التحديات اللي احنا بنقابلها دلوقتي في الماركت، احنا في السوق وفي الكالتشر اللي موجودة والثقافة اللي موجودة، كان لنا تحرك. طيب نلحق بقى اللي جاي، ما احنا مش هنقعد بقى يعني. فلنا اتفاقات تعاون مع اكثر من الجامعات المصريه. الطلبه بتيجي عندنا تقعد اكثر من 5-6 جامعات مصريه وخاصه، بيقعدوا عندنا فتره من 3 شهور ل6 شهور. ويعني لتدريب ودراسه، تدريب. وفي بعض البرامج عندهم بيشترطوا ان هم يكون قضى فتره تدريبه وعمل مشاريعه معانا، وده موضوع احنا مهتمين بيه جدا. بل بالعكس احنا السنه اللي فاتت خدنا خطوه لورا كمان. كان في بعض الفعاليات لمناسبه فعاليه روبوتات كده للاطفال، لغايه مش اطفال يعني هم في الفتره الاعداديه يعني احنا رحنا وكنا رعاة هذا الحدث. والسنه دي ان شاء الله برضو احنا هنكون من ضمن رعاته، لان احنا عايزين الثقافه دي تتولد مع يعني تبقى موجوده من السن ده. وزمايلنا اللي عندهم ابناء مثلا في مرحله الاعداديه وبيطلبوا ان هم يجوا يزوروا، بنجيبهم وبيزوروا. الفتره دي فتره شغف عشان نغير المينتاليتي او طريقه التفكير والثقافه العامه، وبنربط ده باللي هو بيدرسه. يعني انا مره احد زمايلي جاب ابنه في فتره اعدادي، فهو معايا واقف شايف الروبوتات وهي بتشتغل. قلت له عارف ده بنعمله ازاي؟ بالماس وبالفيزيكس. انا خليته يقعد يرجع يهتم بالماس وبالفيزيكس ودراستهم، لان ده حقيقي ده كله ماس وفيزيكس. يعني احنا كل شغلنا ماس وفيزيكس. بنعمل حساباتنا وبنعمل استيميشن كله بيزد على المعلومات اللي اتعلمناها دي. فوجودنا مع الجامعات، يعني احدى الجامعات وممكن اذكرها الاكاديميه العربيه للنقل العربي، التكنولوجيا والنقل النهري البحري، بصراحه طلبوا ان انا احضر مناقشه المشاريع مع في كليه الحاسبات. عميد الكليه طلبني ورحت احضر مناقشه المشاريع مع عمداء كليات الحاسبات. وبصراحه انا كنت يعني عندي نوع من انواع الامبريسد، يعني الانبهار بمستوى الطالب
اللي متخرج. وعايز اقول لك ان انا مشيت من عندهم معايا 2 طلبه اتعينوا معانا في والله. الشركه. واحد كان عنده جيش قلت له خلص وتعالى، والتاني دخل معانا على طول. شوفوا التخصصات دي اللي بتشغل على طول. بالظبط. هو ده فعلا كده. تقريبا الدكتور محمد قصد ياخدني عشان الحته دي بس. فده دورنا الاساسي واحنا أيوة. موجودين فيه بشكل كبير، ولنا مسؤوليه فيه كبيره، علشان ده الجيل اللي هيستلم مننا، وده الجيل اللي هيكمل باذن الله احسن كمان مننا ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتنا يا باشمهندس. شرف ليا، يعني أشكرك. الحقيقه تجربه طبعا، يعني مش تجربه، هي صناعه رائده وتوطينها في مصر عمل يعني في منتهى الاهميه. و السؤال الاخير لحضرتك، الصيغه اللي بينكم في الشراكه في العمل والتطبيق، وبينكم وبين الدوله المصريه، الافق اللي حضرتك بتتمنى في العام الجديد انها تتطور ليها، علشان ده يتيح مدى استفاده اكبر ونعظم الاستفاده اكبر في مجال الصناعه ومجال صناعه الالكترونيات. هايل. احنا معانا دقيقتين هالحقيقه. احنا عايزين نبدا نطور جزء مهم جدا في مجال مراقبه خطوط الانتاج مثلا عن بعد. التطبيق ده احنا محتاجينه، بس مش في المصانع، محتاجينه حتى في الزراعه. معظم مناطقنا الزراعيه نائيه ما فيش فيها شبكات، فانت محتاجه تراقبي الحاجه هناك بشكل او باخر. محتاجينه في النقل. ما هو النقل ما فيش فيه اي اتصال مباشر بالوسيله يعني. طيب احنا ايه اللي بيحصل دلوقتي اللي بنعمله؟ احنا حاليا بنعمل ايه؟ بنحط مجموعه من اجهزه استشعار بشكل او باخر بتقرا القياسات المطلوبه في خط الانتاج، وبنجمع الداتا دي كلها والبيانات دي كلها، وبتروح لوحده هي اسمها جيت واي، هي اسمها بوابه المكان ده، على ينقل على عباره على الكلاود لوحدات كمبيوتر افتراضيه هي موجوده في مكان تاني. تمام. وبتاخد تحلل هذه البيانات. تمام. طيب الجيت واي ده احنا بنجيبه حاليا من بره. أيوة. للاسف المصنع الخارجي بيعمل جيت واي اوقات بفريكونسي شبكات اتصالات ما بتتناسبش معانا احنا، ترددات مش مناسبه لينا. مظبوط. وده منتج مش بس الصناعه عايزاه، احنا الصناعه عايزاه والزراعه عايزاه والنقل محتاجه. فكنت اتمنى، واحنا ناقشنا الموضوع زي ما قلت لحضرتك مع مسؤولين في مركز بحوث الالكترونيات، ان احنا نبدا نصمم جيت واي مصري يتناسب مع المواصفات بتاعتنا بتاع الشبكات الاتصالات عندنا، ويتناسب مع متطلبات الصناعات اللي هي عايزاها. الحاجه ليه بقى ده؟ لان ده مطلوب منه عدد كبير جدا. انا مش عايز اروح اطور في حاجه وما يبقاش عندي الاحتياج الكبير ليها في السوق المصري. ايوه، في الاولى ده بقى مطلوب منه بشكل كبير جدا، فاقدر اصممه وانتجه. بس ده لازم يكون بالتعاون مع وزاره الاتصالات مثلا، وزاره الاتصالات، وزاره البحث العلمي، وزاره الصناعه، لانه لازم الثلاثه، لان هو لازم ياخد المواصفه. على فكره احنا عندنا في بيوتنا الراوتر، ما هو الراوتر بنفس الوظيفه، بس الراوتر له مواصفات منزليه. الجيت واي او الراوتر الصناعي ده بياخد المواصفات الصناعيه لظروف التشغيل في اماكن زي المصانع مختلف. فاتمنى ان احنا يكون عندنا يعني جهه تحتضن هذا المشروع وتعمل لنا جيت واي مصري يخدم كل القطاعات اللي بتبدا تطبق هذه التكنولوجيا. اتمنى ان حضراتكم كمجموعه وككيان صناعي تكنولوجي تعرضوا ده على يا اما رئاسه الوزراء يا اما وزاره الاتصالات، يعني او من خلال غرفه الابحاث او غرفه البحث. ايوه ان شاء الله. وتعرضوا ده لانه هيبقى تعاون في منتهى الاهميه. صحيح. وهيفيد مش بس حضراتكم، يعني هيفيد الصناعه كل قطاعات حساسه كتير قوي. شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا على وقت حضرتك، موفقين باذن الله هذا العام في كل اللي هتقدموه. شكرا جزيلا، وبنتمنى باذن الله نتشرف بمتابعه اخر ما وصلتوا اليه ان شاء الله مره ثانيه. شرفتنا، شكرا. مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من عالم موازي. ارجو ان نكون قد وفقنا فيما قدمنا. شكرا جزيلا لحضراتكم ولكل اسره البرنامج، زميلاتي وزملائي، ومن هنا لحد ما اقابلكم ان شاء الله في حلقه جايه. شكرا.
لحضراتكم، ودوما يا رب تحيا مصر. وبعد الفاصل مع حضراتكم الحياة الطيبة.